دلوقتي الارض بقت مليانه اقمار ومحطات فضائيه وحطام اقمار قديمه، والدول الكبيره بتتسابق حرفيا للسيطره على المدارات دي. كل ده يخلينا نسال شويه اسئله مهمه. ليه الصين مهتمه قوي باطلاق الكم ده من الاقمار الصناعيه؟ ايه الحادثه الشهيره اللي عملتها امريكا في الصين واللي قررت من بعدها تطور تقنيات فضائيه خاصه بيها بدون الاستعانه بالاقمار الامريكيه؟ ليه روسيا عاوزه تسيب محطه الفضاء الدوليه بعد سنين طويله من التعاون مع دول كبيره زي امريكا وكندا؟ هل بتستعد لاطلاق محطتها الخاصه؟ وليه امريكا قلقانه قوي من الموضوع ده؟ والسؤال الاهم، ايه سبب انشاء فرع خاص للقوه الفضائيه الامريكيه كجزء من الجيش الامريكي؟ هل ده ليه علاقة بتطور دول زي الصين وروسيا والهند في مجال صناعة الأقمار الصناعية وتقنياتها؟ وهل ده السبب في إطلاق مشروع القبة الذهبية أو الجولدن دوم الأمريكي؟ كل دي أسئلة هجاوبك عنها في حلقة النهاردة، فحضر كوباية القهوة بتاعتك وشد كرسيك وركز معايا. أنا أحمد طه وهي دي الخلاصة.